فتح عضلات فيديو جديد النهارده يا جماعه. بصوا انا بادئ لكم ايه، داخل على الموضوع على طول. يعني بصوا يا جماعه انا جايب لكم الاكل على طول قبل ما تشوفوني تشوفوا الاكل. يعني شوفوا يا جماعه، بصوا بقى النهارده انا جايب اكل هيلسي 100%، مفيش عليه كلام، اكل هيلسي 100%. ده انا حتى الفراخ جايب لكم الصدر مسلوق مش محمر في الفرن يا جماعه زي كل مره، وصدر واحد مش صدرين. يعني شوفوا المره دي، بصوا الاكل الاول. بصوا يا جماعه عمال يطلع بخار جامد ازاي. شايفين يا جماعه الاكل لسه معمول طازه اهو. بصوا كله بيطلع بخار. بصوا لسه ديت بتطلع بخار، والبسله برضو ما زالت بتطلع بخار اهو. الرز بقى هو اللي ايه، اول حاجه بتبرد الرز. بصوا يا جماعه بقى انا جايب صدر، وصدر واحد النهارده مش اتنين. شوفوا بقى الاكل الهيلسي بقى، صدر واحد مش اتنين، بروتين بس بدون افوره. صدر واحد مش اتنين، ومش محمر في الفرن بالتسبيكه بقى التقيله والحاجات اللي تضر الصحه دي. لا ده انا النهارده جايب لكم الصدر مسلوق يا جماعه، مسلوق. ومعروفه الاكل المسلوق بيبقى صحي جدا جدا جدا، ولا في سمنه ولا في زيوت ولا في اي حاجه. بصوا يا جماعه الصدر مسلوق، يعني ما فيش اي حاجه متضافه له، مجرد الصدر اترمى في الميه واتحط له شويه ملح ومش عارف وايه، وبقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. وجايب يا جماعه تورلي اللي هو البسله بالمكعبات البطاطس. انا بعشق جدا يا جماعه طبعا الخضار اصلا في الاكل يا جماعه ما فيش كلام. بصوا يا جماعه، بصوا بسله بالبطاطس بحبها قوي قوي. وعلى فكره عايز اقول لكم ممكن كمان يتحط معاها جزر. وبصوا هنا بقى رز، هي كميه الرز دي كتيره شويه بس انا ممكن ما اكلهاش للاخر يعني. بس رز بردك رز هيلثي اهو بالشعريه، ما فيهوش اي حاجه يعني، رز ولا فيه بهارات ولا فيه اي، رز عادي، رز طبيعي جدا. شايفين يا جماعه بجد اكل هيلسي 100%. اتحدى اي حد يطلع لي اي حاجه مش هيلسي في الاكله بتاعت النهارده. والشوربه، يعني الشوربه طبعا يا جماعه كلها فوائد وكلها حاجات يعني. بصوا يا جماعه بجد هو، بس هو الصدر كبير، صدر عملاق. بس بصوا يا جماعه بجد اكله صايعه. نفسي يا جماعه في مره وانا بصور فيديو اكل الاكل وهو سخن. الاكل على بال ما بصوره يا جدعان، واقعد اجيبه يمين واجيبه شمال واطلعه قدام الكاميرا واعمل كده واجيب كده والزاويه ومش عارف اعمل ايه. قبل ما بعمل كل ده الاكل بيبرد، فعايز اكله بقى النهارده وهو سخن بقى. وايه رايكم في حركه وهو جوه الصينيه كده؟ بس غذا يا جماعه، غذا. بصوا بسله ايه ده، والله لسه بتطلع. طب صدقوني لو اوريها لكم لسه بتطلع بخار فعلا اهي. بصوا شايفين لسه بتطلع بخار، صدقوني حلو قوي. الرز هو اللي برد مش مشكله يعني. الله، على فكره يا جماعه تخيل كده لما تبقى اكله. الاول بس فجروا الفيديو ده باللايكات، عايزين الفيديو يشعلل. مشترك يا حبيبي لو مش مشترك. بصوا بقى يا جدعان، شوربه الدجاج صحيه، شوربه. ده حتى الناس العيانين لما واحد مثلا بيتعب يجي له برد بتاع يقول لك ايه، شربوه شوربه. فالشوربه يعني يا جماعه حاجه صحيه، ودي حاجه معروفه. الرز ايه فيه ولا هو رز خلطه بقى واشتغالات وبتاع، رز ابيض عادي بس ما تكترش وخلاص. يعني انا جايب كتير شويه بس مش هخلصه كله. طب البسله والبطاطس ده احلى حاجه ان الاكله يبقى فيها خضار. الخضار يا جماعه وفوائد الخضار بالذات كمان، ان البسله هنا والبطاطس معموله بصلصه، يعني اللي هو ايه، مش تسبيكه بقى تقيله وكده. اني بصوا يا جماعه لما الفراخ لما بتتعمل مثلا مع بطاطس، صينيه بطاطس وبتتحط في الفرن وكده، الفراخ بيتعمل لها تسبيكه تقيله كده عشان تحمرها من بره وتخليها جميله، ونفس التسبيكه دي بتستخدم في البطاطس فبيبقى الاكل تقيل. انما هنا احنا جايبين فرخه مسلوقه اصلا، مسلوقه ما تعملهاش اي تسبيكه، فبالتالي بردك البسله والبطاطس معموله من غير تسبيكه بصلصه كده عاديه. فاكل هيلسي 100%. وانا زي ما قلت لكم انا ببدا بنفسي. الله، انا حاسس يا جماعه ان الصينيه دي عامله ديكور حلو في الفيديو، كسره لون اللي مشمع الاسود ده. تمام، تعالوا كده يا جماعه، بقالي من زمان نفسي اكل الاكل وهو سخن يعني. الله يا سيدي، تعالوا بقى افرجكم على الفرخه. بصوا بس هو صدر كبير يعتبر. بصوا يا جماعه صدر كبير، والالياف بقى ما اقولكوش. بصوا اتفرجوا على الحاجات العسل دي يا جماعه، ولسه سخن وبيطلع بخار في ايدي. بصوا الصدر الهيلسي بقى، ده صدر هيلسي
مفيش عليه كلام، وقت حتى اي حد يطلع لي عليه كلام. صدر هيلسي 100%، اترمى في الميه وخلاص، صدر مسلوق ما تحطلوش اي حاجات غريبه ولا اي حاجات ضاره، هو صدر اتسلق وخلاص. ايه اللي مش هيلسي في الموضوع؟ هيلسي 100%، واتحدى اي حد يقول عليه نص كلمه. بصوا يا جماعه من ورا اصلا شكله عامل ازاي، بصوا الالياف حاجه بنت لذينه بجد، صدر جامد وشكله جامد قوي قوي قوي. واو واو واو، حاجه يعني بصوا قمه في الجمال وقمه في الروعه. طبعا كمان غير بقى كمان نقطه ان انا جايبه اصلا جوه الشوربه، فده بيخليه الصدر يقعد يبوش بقى اكتر. تعالوا ندوق، تيجوا بصوا افتحها لكم فتحه سينمائيه بنت لذينه، واللي ما رزعش اللايك هيرزع اللايك دلوقتي، هتشوف دي هترزع اللايك واتحداك. تعال حبيبي. اوف، لا بقى يا جدعان، مش كده يعني. ايه ده يا جماعه؟ ايه الجمدان ده يا جماعه؟ ايه ده بجد؟ طرب حاجه ايه. على فكره الصدر المسلوق بيبقى لذيذ برضه، بس بص اقول لك على حاجه، الصدر المحمر هو بيبقى حلو ايه، انه من بره ناشف ومن جوه الالياف بتبقى طريه وكل حاجه، لكن ده بقى انت بتبقى سلقه، ولما تيجي تاكله كمان ممكن تسيبه في الشوربه، فبتفضل الالياف تبوش اكتر واكتر، فبتلاقيه طري قوي اكتر من الصدر المتحمر في الفرن. طري بقى، بمعنى طري، انت بتبقى بتاكله وحاسس انه بينزل شوربه، ما انت سايبه في الشوربه. فعلى فكره يا جماعه بجد، ده حتى السمك عشان يبقى صحي ممكن يتسلق، بس الصراحه السمك يعني مش كل الانواع بتبقى جامده في السليق يعني. بجد يا جماعه الاكل وهو سخن حاجه تانية خالص. انا بقالي كذا فيديو، كل ما اجي اعمل الفيديو وانا بجرب لكم اكل بيتي، عقبال ما ببدا اكل فعلا بيبقى الاكل برد، انما ده سخن الاكل سخن خالص، عشان انا بدات على طول، دخلت على الاكل على طول، يعني بدل ما اجي انا في الاول وبعد كده اجيب، لا ده انا دخلت على الاكل على طول ومن فوق على طول، مش اللي هو اقعد اوريه لكم وبعد كده اعمل لكم اسقاط جو من فوق، لا هو من فوق على طول. بصوا الالياف يا بشر، متعوا عينيكم بالحاجات الحلوه دي، والله يا جماعه بيجي لكم منتات. بصوا الالياف عامله ازاي، صدقوني يا جماعه بيجي لكم منتات وبتفرحني جدا. ان في ناس يقولوا ايه يا فادي ما كانش لينا مزاج ناكل، واول ما شفنا الفيديو بتاعك نفسنا اتفتحت على الاكل. ناس كتير بيكتبوا لكم منتات كده، ودي حاجه بتفرحني يا جماعه، ان انا افتح نفسك على الاكل، دي حاجه بتفرحني. الله، الشوربه بدات تبرد للاسف، بس مش مشكله يعني. انتوا عارفين يا جماعه احلى حاجه عشان الواحد يبقى مبسوط وهو بيتغدى ايه؟ صدقوني ما ينفعش غير كده، ان انت تبقى جايب مثلا فرن جنبك او حاجه، والاكل يبقى جوه الفرن بيتسخن، واثناء ما هو بيتسخن مش عارف اشرحها ازاي، يعني تطلع وتغرف وتحط الحاجه تانية تكمل تسخين، يعني اللي هو، او مثلا زي ايه، يبقى في بوتاجاز صغير كده والاكل محطوط عليه، تقعد تغرف وتاكل، وبعد كده تقوم ايه يعني تغرف حبه كده صغيرين وتاكلهم، بعد كده تكمل غرف من الحلل اللي لسه محطوطه على السوق على النار اصلا، وتقعد يعني تغرف حبه في حبه، مش تغرف طبق كامل وتقعد تاكل هيكون برد. احلى حاجه ان انت تقعد تغرف حبه وتاكلهم ولسه الاكل على النار، تقعد تغرف تاني، يفضل الاكل سخن لغايه اخر لحظه. بس مين بقى عنده مره يعمل كده؟ لا صيعة لا بجد. على فكرة كل حاجة فعلا ولها ميزتها،
صدقوني زي ما بقول لكم، انا غالبا وانا اما انزل الفيديو ده هتكونوا انتوا بتتسحروا. كان نفسي والله انزله على ميعاد الفطار بس ما لحقش يعني. كان نفسي انزله صدقوني على ميعاد الفطار تستمتعوا اكتر، بس عادي مش هتفرق يعني، ايه المشكله؟ وانتوا بتتسحروا برضك اتفرجوا يعني. الله بجد يا جماعه، على فكره التورلي ده ممكن يتعمل بجزر كمان وبيبقى حلو برضك. بصوا القطعه دي، بصوا الحته دي، بصوا اللوحه الفنيه دي، بصوا الالياف عامله ازاي يا جماعه، بالذمه يا جماعه. بصوا بالامانه صدقوني تبصوا يا جماعه، بصوا الالياف، حاجه تحس كده ان انت ايه الجمدان ده يا جماعه، ايه الجمدان ده، ايه ده يا جماعه؟ ده لسه سخنه وبتطلع بخار، صدقوا حاجه عسل قوي. طب اقول لكم على حاجه، تعرفوا ان انا بحب قوي اكل الفرخه المسلوقه بطريقه كده لذيذه، مش مع رز بقى ولا مع بسله ولا مع الكلام ده كله، في طريقه بحب اكل بيها الفراخ المسلوقه قوي قوي قوي. تخيلوا ايه هي؟ ولا بلاش احرقها لكم عشان ابقى اعمل بيها فيديو، ابقى اوريها لكم عملي احسن. خليها عملي، اوريها لكم مره طريقه من غير لا رز ولا بسله ولا خضار ولا اي حاجه، طريقه حلوه قوي. لغايه طعم الصدر وهو مسلوق صدقوني جامد 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 يعني. شوفوا رغم ان هو اكل صحي ولكن طعمه جامد قوي. الله، والخضار اصلا مغذي، بسله وبطاطس، خضار مغذي قوي يا جماعه. انت اكتب بس على النت فوائد البسله او فوائد البطاطس، يا عم بلاش اكتب فوائد الخضار واتفرج وهتنبهر من اللي هتشوفه، هتنبهر من الفراخ يا جماعه. دي بروتين بس احنا بنبوظها بان احنا بنحمرها في الفرن، لان انت كده بيختلط البروتين مع التسبيكه والحاجات اللي بتكون دهون على القلب. فاللي هو ايه، تخيل انت ده اكل مغذي ومفيد بس انت بالطريقه دي بتكون خليت ان ليه ضرر. انما لما تاكل الاكل الصحي يبقى انت خدت الفايده وبس، مفيش اي اضرار. جامد بجد. بس خدوا بالكم يعني، انا مش بقول لكم الكلام ده ان انتوا تبطلوا الاكل المحمر والمشمر، لا، ما هو صعب برضه. اصل بصراحه الطعم بتاعه لا يقاوم ولكن بالمعقول. يعني مثلا انت بتحب تاكل الصدور والوراك والحاجات دي محمره في الفرن، ماشي يا سيدي، كل يا سيدي، محد قال لك ما تاكلش، بس هو لازم كل يوم تتحمر في الفرن، لازم كل يوم يبقى معاه تسبيكه تقيله، لازم يعني. اهو انا لسه عامل لكم فيديو من كام يوم وانا باكلها بتسبيكه تقيله وتحميره من بره ومعاه صينيه بطاطس بالتسبيكه وحاجه يعني صعبه، تمام. لكن النهارده انا جايب نفس الحاجه اهو، صدر، بس المره دي جايبه بطريقه صحيه، باكله بطريقه صحيه. ايه المشكله ان انت توازن، مش ولا كده ولا كده. محدش قالك تحرم نفسك من الاكل الجميل، محدش قالك تاكل على طول مسلوق، بس بالعقل يا جماعه، بالعقل يا جماعه. الله، البسله اللي حكايه. واو الشوربه عسل.
اكتبوا لي في الكومنتات بتحبوا اكتر شوربه الفراخ ولا شوربه اللحمه. بصوا يا جماعه، انا الوقت خلصت البسله تمام، ومتبقى شويه رز، وبطني بدات تتملى. ما اتملتش فعليا، بس حسيت ان انا بدات خلاص، اللي هو بدات اشبع خلاص، اكمل حته الصدر دي وخلاص، وماليش لازمه الرز، انما مش بالعافيه، لازم اخلص الرز للاخر اهو. المشكله يا جماعه انتوا عارفين ان انا هنا بعلمكم الاكل الصحي، وعلى القناه التانيه بعلمكم الفساد. وبجرب لكم كل الاكل اللي مش يعني مش عارف ايه اللي انا بعمله ده يا جدعان والله. تخرج من القناه دي وتخش دي تحس ان انت كانك عارف يعني. بس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك الجميل بتاعكم، وشيروا الفيديو في كل مكان. عايزين يا جماعه نوصل في اقرب وقت ل50,000 مشترك. وحوش فادي عضلات قدها وقدود، وحوش فادي عضلات قدها. هنوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت. جيش فادي عضلات جه. شيروا الفيديو في كل مكان. عايزين نوصل ل50,000 مشترك في اسرع وقت.